المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا اليوم من الفضائية الإريترية وأستهلها بأبرز العناوين. الرئيس الصومالي يزور إريتريا. وزير الحكومات المحلية يلتقي سكان كركبت. تطور البساتين في روروبيا. مقتل 17 شخصا بجسر الشقور. ازدياد عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات الأمريكية والأفغانية. وروسيا تبدأ بتسليم تركيا أنظمة S-400 في يوليو. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الرئيس إياس أفورقي اليوم الأربعاء بقصر الدولة رئيس جمهورية الصومال الاتحادية السيد محمد عبد الله محمد، الذي قام بزيارة عمل رسمية للبلاد استغرقت يوما واحدا وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقبال الرئيس الصومالي لدى وصوله مطار أسمر الدولي الرئيس إياس أفورقي ووزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. وتناول اللقاء تطور علاقات التعاون بين إريتريا والصومال وأوضاع حوض البحر الأحمر وخليج عدن. ورافق الرئيس الصومالي خلال زيارته لإريتريا وزير التعليم السيد عبد الله جود حباري ومسؤولين آخرين. غادر رئيس جمهورية الصومال السيد عبد الله محمد أسمرة بعد ظهر اليوم. وكان رئيس جمهورية الصومال الاتحادية السيد محمد عبد الله محمد قد زار إريتريا في 28 من يوليو و5 من سبتمبر من عام 2018. بحث وزير الحكومات المحلية سيد ولدنكي الأبرة لدى لقائه سكان 4 ضواحي بمديرية كركبت بحث أوضاع الخدمات الاجتماعية وجهود تطويرها. وبحث السيد الوزير في اللقاء الذي أجراه بعد تفقد المؤسسات الموجودة في أقمايت وهرارب وأكايديب وهاوان خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والمواصلات والاتصالات، واستمع لآراء وأسئلة التطوير الموجود وإرساء النواقص. ودعا سكان الحكومة لتعزيز الاهتمام بإرساء الخدمات الأساسية رغم السعة الكبيرة للمديرية وصعوبة توفير جميع الخدمات فيها. وكان وزير الحكومات المحلية قد زار الأسبوع الماضي مديريات أفعبت ونقفة وأدوبحة وقرورة بإقليم شمال البحر الأحمر. أوضح منمو البساتين في ضاحية روبروفيا بمديرية فرو إن الجهود التي يقومون بها للاستفادة من موارد المياه تحقق نتائج مرضية. وذكر المزارعون إن الخبرة المكتسبة مكنتهم من الانتقال من تنمية الخضروات إلى تنمية الفواكه، ويأملون كثيرا في إنتاج جيد للبرتقال والتمور. وأشاروا إلى أن نشاطات البستن وتنمية المواشي ساعدت في استقرار حياتهم المعيشية، ويحتاجون لدعم خبراء الزراعة المهني والعيني. وأوضح مسؤول تنمية الخضر والفاكهة في مكتب وزارة الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد دانييل كاساتيه إن حوالي 50 بئرا في خور روروبيا تسهم في الزراعة المروية في المنطقة. ويعمل أكثر من 70 مزارعا في تنمية الخضر والفاكهة. وشاد بجهود المزارعين داعيا إياهم للعمل لتسميد وتخصيب أراضيهم الزراعية وخفض ملوحتها.
نظمت في مديريتي جندع وشعب من 16 وحتى 20 من إبريل انتخابات لجان الصلح. وقد جرت الانتخابات في مديرية جندع بضواحي صريت والعيتن ومتكل ونفاسيت وعدشومة ومتكل أبيت وشبح ودماس وعقنبوسة وفشي مرارة ودنقلو وماحبار، وأربع ضواحي بمدينة جندع وقحتيلاي لانتخاب 22 لجنة صلح في 6 محاكم. وجرت الانتخابات في مديرية شعب في ضواحي وقيرو وقدقد ونلوك وشلشل ومنشب وودئيلو لانتخاب 14 لجنة صلح. وأوضح مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى ومدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم إن أنشطة التوعية التي جرت مسبقا أسهمت في نجاح الانتخابات. وكذا أعضاء لجان الصلح على تنفيذ المسؤولية التي حملهم لها المجتمع، داعين المواطنين للتعاون لإنجاز مهامهم. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة دورة تأهيلية لمدرسي الموسيقى من الأقاليم الستة استمرت لشهر. وتأتي الدورة التأهيلية في إطار برنامج العمل الذي وضعته المفوضية لتعليم الموسيقى للأطفال بدءا من منتصف عام 2019. وتضمنت الدورة التأهيلية أسلوب تعليم الموسيقى وإيقاعاتها وأهمية الموسيقى للأطفال والمجتمع والوطن، وتأثير الموسيقى على المحيط والنظام التعليمي وأخلاقيات الموسيقى وتأثيرها. وفي مراسم اختتام الدورة في 20 من إبريل تم التوضيح بأنه ينتظر من المشاركين فيها نقل المعرفة المكتسبة للأطفال الموهوبين وتفعيل القدرات في الأقاليم. وقدم مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخل الشهادات على المشاركين، وقال إن البرنامج ينمي قدرات المتأهلين ويساعد في الجهود الجارية لفتح مدارس الموسيقى في الأقاليم. وأشار المشاركون إلى أن الدورة التدريبية تعزز قدراتهم وسيعملون على تطويرها بالعمل. فاصل سيداتي وسادتي ونواصل الأخبار. قال رجال الإنقاذ وسكان إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بوسط مدينة جسر شغور الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا بعد يوم من ضربات جوية روسية عنيفة. وانهار عدد من المباني جراء الانفجار الذي هز المدينة الواقعة في محافظة إدلب قرب طريق بين مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب، وفقا لوكالة رويترز. وكانت المدينة هدفا لقصف القوات الجوية الروسية والجيش السوري في الأسابيع الأخيرة، فيما يقول سكان وشهود عيان إن معظم سكان المدينة فروا إلى مناطق آمنة قرب الحدود التركية. تجاوز عدد المدنيين الذين قتلوا من قبل القوات الأمريكية والأفغانية للمرة الأولى عدد الذين قتلوا بأيدي حركة طالبان ومجموعات متمردة أخرى، كما أكد تقرير للأمم المتحدة حول الفصل الأول من العام 2019. وقال تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن القوات الدولية والموالية للحكومة مسؤولة عن مقتل 305 مدنيين خلال هذه الفترة، مقابل 227 مدنيا قتلوا بأيدي طالبان ومجموعات أخرى. وسقط معظم هؤلاء القتلى في هجمات جوية أو مهمات استطلاع برية قامت بها خصوصا القوات الأفغانية التي يبدو أن بعضها يتحرك بلا عقاب. وقالت المنظمة الدولية إن بعثتها للمساعدة تدعو كل قوات الأمن الأفغانية والقوات العسكرية الدولية إلى إجراء تحقيقات في الشبهات المتعلقة بضحايا مدنيين ونشر نتائجها وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا. وبدأت الأمم المتحدة جمع الإحصاءات عن الضحايا المدنيين في 2009 مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن العام 2018 شهد سقوط أكبر عدد من القتلى المدنيين الأفغان حتى الآن، موضحة أن هذا العدد بلغ 3804 أشخاص. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مدير الشرطة أو الشركة الروسية الحكومية لتصدير السلاح قوله إن روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة S-400 الصاروخية الدفاعية في يوليو. وأضاف ألكسندر ميخييف مدير شركة روسوبورون إكسبورت: تمت بالفعل مناقشة كل شيء والاتفاق عليه.
وقالت أنقرة إن شرائها للصواريخ لا يستدعي فرض عقوبات لأن تركيا ليست خصما لواشنطن وتفي بالتزاماتها في حلف شمال الأطلسي. وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إذا أتمت تركيا صفقة S-400 مع روسيا. يتوجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا إلى شرقي البلاد، حيث أدت فيضانات وانزلاقات للتربة إلى مقتل 51 شخصا على الأقل في الأيام الأخيرة. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإزالة آثار انزلاقات التربة في المقاطعة، بالأخص منطقة ديربان المدينة الرئيسية في كوازولو ناتال. وأشارت السلطات المحلية إلى أن عدة أبنية جرفت وغرقت طرق بالمياه وانقطعت خطوط كهرباء، كما فاضت شبكات مجاري. ونشر جنود لمساعدة فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا. ومنذ نهاية الأسبوع هطلت الأمطار فوق مناطق جنوب وشرقي البلاد. وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار هذا المشهد بما يؤثر بشكل خاص على المناطق الأكثر انخفاضا. هذا وأدى تساقط أمطار غزيرة على شرقي أوغندا إلى مقتل 17 طفلا وبالغ واحد وتدمير منازل ومحاصيل، وفق ما ذكر الصليب الأحمر. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.